هو ازاي الانسان ممكن يموت من الجوع؟ وايه معنى كلمة الجوع اصلا او المجاعة؟ المجاعة بتعريفها البسيط هو نقص الجسم في احتياجاته من السعرات الحرارية، بس موضوع النقص ده لما بيبتدي يطول الجسم هنا بيبتدي يتغذى على نفسه. وهنا واحد يسألك هو الجسم يتغذى على نفسه ازاي؟ في البداية الجسم بيبتدي يتغذى على الكربوهيدرات والدهون اللي موجودة جوه، وده طبعا مع الوقت بيسبب انخفاض في الوزن والهزال والضعف للجسم بصفة عامة. مع الوقت ومع اللي بيحصل ده المواد اللي فيها طاقة اللي في جسم الإنسان بتبتدي تخلص، يبتدي بعد كده الجسم يتغذى على الأنسجة وعلى العضلات الموجودة في الجسم، ومن ضمنهم عضلة القلب اللي بيبتدي حجمها يصغر. طبعا مع الوقت بتبتدي العناصر الأساسية أو العناصر البسيطة جدا اللي محتاجها أي جسم ما تبقاش موجودة، فالجسم هنا يبتدي يصاب ببعض الأمراض، وكمان يصاب بحاجة زي الهلوسة، وممكن كمان لا قدر الله يصاب بالعمى. وفي النهاية أكيد النهاية الحتمية اللي أكيد أنت متوقعها وهي الموت. الأمم المتحدة هنا عرفت المجاعة على إنها ندرة في الغذاء، بس مش ندرة والسلام، هي ندرة على نطاق واسع. وفي نفس الوقت الأمم المتحدة قالت إن في عوامل كتيرة جدا ممكن تؤدي للمجاعة، زي الحروب، ودي اكتر حاجه فعلا بتؤدي لحدوث مجاعات، والامثله واضحه كتير قوي اليومين دول. بالاضافه كمان لفشل المواسم الزراعيه في انها تكفي حاجه الناس من الغذاء، بالاضافه كمان لفشل السياسات الحكوميه في توفير غذاء مناسب للسكان، بالاضافه لعوامل ثانيه واشهرهم عامل التضخم. وعامل التضخم هنا اللي بيؤدي لوجود نقص من العمله الصعبه، وبالتالي الدوله بيكون عندها عجز كبير جدا في انها تستورد احتياجاتها الغذائيه من الخارج. محدش يقدر ينكر ان كل القارات اللي موجوده في العالم بدون استثناء تعرضت للمجاعات، بس اشهر منطقتين في العالم اتعرضوا للمجاعات وحصلت فيهم وفيات كتير جدا هي منطقه شرق اسيا ومنطقه جنوب شرق اسيا. وطبعا لو انت مركز كويس قوي هتلاحظ ان المنطقتين دول اصلا هم اكتر مناطق مزدحمه بالسكان، معنى كده ان لو حصلت مجاعات في الحته دي هناك الاعداد اللي هتموت في المناطق دي بالتحديد هتبقى اضعاف اي مجاعه تحصل في مكان تاني. وعندنا لحد النهارده وبالتحديد في قاره افريقيا وبالتحديد اكتر جنوب الصحراء الكبرى مناطق كتيره جدا مهدده بحدوث مجاعات. وبالتحديد سنه 2010 ان الامم المتحده قالت ان قاره افريقيا من اكتر قارات العالم المهدده بحدوث المجاعات فيها. وكمان نيجي لسنه 2017 الامم المتحده برضه حذرت وقالت ان في 20 مليون شخص معرضين للمجاعات. ال 20 مليون دول بالتحديد موجودين مثلا عندنا في دوله نيجيريا، دوله اليمن، دوله جنوب السودان، ودوله الصومال. كمان في 2021 برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة قال إن في 45 مليون شخص على شفا حدوث مجاعة برضه في قلب أفريقيا. لما نيجي نتكلم عن المجاعة ما نقدرش ننسى دولة أفغانستان اللي هي مصنفة في الوقت الحالي إنها صاحبة أكبر كارثة إنسانية في العالم. لأن الباحثين بيقولوا إن احتياجات دولة أفغانستان عشان تكفي نفسها من الغذاء وتقضي على المشاكل اللي بتحصل فيها تجاوزت احتياجات أي دولة تاني في العالم. وطبعا الأمم المتحدة حاطة معايير للإعلان عن المجاعة، يعني ما ينفعش ان انا اعلن عن المجاعه بين يوم وليله، لازم في معايير معينه تحصل قدامي عشان اقدر اقول ان الدوله دي بتعاني من المجاعه. المعيار الاول ان يكون في 20% من الاسر في منطقه معينه بيعانوا من نقص في الغذاء. المعيار الثاني ان سوء التغذيه ينتشر في الاطفال ولكن بنسبه 30%. المعيار الثالث وده الاهم لما معدل الوفيات يبقى شخصين من وسط كل 10,000 شخص. من اكثر الدول في العالم اللي تعرضت للمجاعات في مر العصور هي دوله الصين. الصين في خلال القرن العشرين اتعرضت للعديد من المجاعات، اشهرهم المجاعه اللي حصلت في 1928 و1942. كمان عندنا مجاعة الصين الكبرى من 1958 ل 1961 ودي لوحدها مات فيها 30 مليون شخص. ولما نيجي نتكلم عن تاريخ المجاعات في العالم جدير بالذكر ان احنا نتكلم عن مصر، وان في بعض الروايات سواء كانت صحيحه او مشكوك فيها بتتكلم عن شده حصلت في مصر في عهد المستنصر بالله، وبالتحديد في عهد الخلافه الفاطميه يقال عليها الشده المستنصريه. كان حصل انخفاض شديد في منسوب النيل، ومعنى انه يحصل انخفاض في منسوب النيل يبقى هنا نسبه الزراعه هتقل ومن هنا المجاعه تبتدي تظهر. من ضمن الروايات عن الشده المستنصريه ان الناس من شده الجوع يقال ان في بعض الروايات ان في اب وام كانوا قاعدين في اخر البيت بتاعهم من جوه من شده الجوع والتعب مش قادرين يقوموا من مكانهم، وابنهم قاعد بيعيط على الارض من شده الجوع. بيقولوا ان الكلب دخل عليهم البيت زق الباب ودخل شد الولد وجره لبره وقعد ياكل فيه، وهما الاثنين من شده الجوع مش قادرين يقوموا يتحركوا علشان ينقذوا ابنهم. ويقال ايضا ان واحده ست كانت غنيه جدا وولادها عمالين يصرخوا من الجوع ومش عارفه تعمل ايه، فدورت في المجوهرات اللي عندها وطلعت عقد، العقد ده كان ثمنه في الوقت ده حوالي 60,000 دينار، وراحت علشان تبيعه. فلقيت تاجر دقيق قبل انه يشتري منها ولكن بمقابل انه هيديها بداله شوال دقيق، وقال لها انا شوال الدقيق مش هنا، انا همشي وانت تمشي ورايا لحد مكان معين كده هطلع لك منه الشوال، لان طبعا الراجل ما كانش يقدر يحط الدقيق قدام الناس لانه بطبيعه الحال كانوا هيخطفوه. الست بقى هنا خدت شوال الدقيق وهي مروحه، الناس شافوا الدقيق معاها كلهم هجموا عليها وابتدوا يخطفوا منها الدقيق، فهي مش قادره تعمل ايه، راحت واخده حفنه من الدقيق وجريت بيها وخدت الحفنه عندها البيت
وعجنتها وعملتها لاولادها زي قرصه او رغيف عيش، فاصبح رغيف العيش او حته القرصه الصغيره دي ثمنها 60,000 دينار. وطبعا بعض الاقاويل بتقول ان من شده الجوع الناس اكلوا لحم القطط والكلاب والحمير كمان. ويقال كمان ان قبل الشده المستنصريه دي ما تحصل ان الحسن بن الهيثم زار مصر في الفتره بتاعت الدوله الفاطميه، واشار عليهم ببناء سد لحجز الميه تجنبا لانخفاض المنسوب في اي وقت، ولكنهم رفضوا. كمان لو انت متتبع التاريخ الحديث كويس قوي هتعرف ان بعد خروج الحمله الفرنسيه محمد علي سنه 1803 كان قدامه انه يمسك الحكم، ولكنه ما رضيش، لان الفتره دي بالتحديد كانت فتره انخفاض منسوب النيل، فما رضيش يمسك الحكم في الفتره دي بالتحديد لانه عارف مدى الكوارث اللي هتحصل، وساب اللي مسك الحكم ساعتها خورشيد باشا، وخورشيد ساعتها هو اللي شال الليله بتاع انخفاض منسوب النيل. ويقال كمان ان من شده الجوع ان البيضه بتاعه الفرخه وصل ثمنها واتباعت بما يعادل 10 قراريط، يعني ابيع لك 10 قراريط ارض مقابل انك تديني بيضه. واصبحت مع الوقت الشوارع خاليه من الناس، لان كله خايف يخرج وكله اصلا ما عندوش حل ان هو يتحرك في الشوارع. ولكن ايا كان الكلام اللي بنقوله ده اذا كان فعلا حصل ولا لا، وزي ما قلت لكم ان في مصادر للكلام ده انا سايبها في اول تعليق للناس اللي حابه انها تتاكد. ولكن مهما كان ان اخطر شيء ممكن يمر على الانسان زي ما ذكرنا في اول الفيديو هو جزء المجاعه، لانه حاجه ما حدش يقدر يستحملها. في نفس الوقت ان انت مع الوقت ومع المجاعه بتبتدي تصاب بالامراض، لان سوء التغذيه بيخلي جسم الانسان معرض للامراض وبالتالي الفناء والموت.